احسن طريقه للاكل 5 وجبات. 5 وجبات. 5 وجبات. بحيث هكلمك اي لحظه يا عبد الله في التليفون، اي لحظه ما تكونش قافل التليفون، يعني لازم تكون فاتحه. يا عبد الله انت جعان؟ تقول لي لا. يا عبد الله انت شبعان؟ تقول لي لا. عمرك كله تعيش لا انت جعان ولا انت شبعان. كيف؟ حاجتين في القرآن مهمين جدا، حاجتين. ده انت تعيش قد سيدنا نوح. لو عايز تعيش 1000 سنة تعيش 1000 سنة لو بالطريقة دي، لا انت جعان ولا انت شبعان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحج، هيحج الحجة اللي حجها يعني حجة الوداع. فجبريل بيمليه المناسك. وقف على عرفة من 11 الصبح المغرب جدا، ما صلاش المغرب في عرفة، هو صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ونزل في مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولم الحصى وقعد نام للصبح للفجر، وطلع على منى رجم ابليس، ونزل على الكعبة عمل طواف الإفاضة، وجه على السعي ووقف والصحابة حواليه، وقال كلمة صحيحة، قال سأبدأ بما بدأ به الله. هو كان محتار هيبتدي بالصفا ولا بالمروة. ربنا في القرآن إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. بنصح كل واحد سمعني يا أخوان، فأكلك ابدأ بما بدأ به الله، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير. يقول لي ده في الجنة، أقول له طب ما تقلدهم. طب ما تقلدهم. اللي بياكل فاكهة قبل الأكل محمي من سوء الأكل. أولا هيسد نفسه شوية، مش هيخش. يعني أنت راجع بيتك الساعة 3 العصر، خد برتقانة أو تفاحة قبل ما زوجتك تحط الغداء، هتلاقي نفسك كسرت نفسك شوية، فده مهم جدا. الابحاث اللي عملتها امريكا انهم 5 وجبات، لقيتها في القران برضو. والله مع ال5 صلوات، يعني مع ال5 صلوات. ازاي؟ لا اله الا الله. ربنا لما يتكلم عن المساجد يكلم المسلمين ولا يكلم الناس كلها؟ لو كلم الناس كلها تبقى المساجد مش مقصوده، يبقى مش هي المقصوده. ما ابتدهاش بيا ايها الذين امنوا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما علاقه ده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ ايه اللي يخلي الاكل مع المساجد سوى التوقيت؟ الفجر خد سندوتش جبنه وشاي بلبن من غير سكر، الظهر موزه وتفاحه، العصر بروتين حيواني سندوتش، المغرب الهوت ميل بدون لحوم، رز وخضار وسلطه، بالليل زبادي وعسل نحل ونام. احسن نظام اكل. هتاخد مجموع اللي انا قلته ده 1500 سعر حراري. يعني انت لو وزنك زياده هتخس، ولو وزنك نورمال هتحفظه. صحتك هتبقى كويس، لا تصاب بالسمنه، لا تصاب بالسكر، لا تصاب باي شيء لو انت مشيت على ال5 وجبات.